حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب متجمعين. النهاردة بقى هنعمل شوية كباب حلة سكر. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. كباب الحلة بيبقى الحتت متقطعة اللحمة صغنطوطة علشان تستوي بسرعة. هنحضر بقى الخلطة بتاعتنا: بصلتين متوسطتين، فلفل، طماطم، فلفل حار. هنقلب كل ده ونحط البهارات بتاعتنا. بهاراتنا مش كتير عشان ما تغيرش الطعم: فلفل اسود نص معلقة صغيرة، معانا رشة كمون خفيفة، 7 بهارات، كزبرة ناشفة، شوية بابريكا وبس. هنقلب كل الخليط ده من غير أي زيت ونقلبه كويس قوي بحيث ان يتغلغل مع البهارات، وما نحطش الملح. نحط رشة سكر خفيفة علشان بتساعد على سوي اللحمة بسرعة. هنقلب كل ده ونسيبه على جنب، وبعد كده هنحضر الطاسة بتاعتنا. لازم البصل والخضار بتاعنا يتقلب كويس قوي. طاسة على النار فيها 4 معالق زيت. لو في عندك بقى ليا أو دهنة ارميها كده في الزيت. أول ما تسيح معاكي وتبدأ تطشطش هننزل باللحمة على طول على نار عالية، علشان أنا عايزة اللحمة الأنسجة بتاعتها تقفل جواها، ما تنزلش مية خالص. أنا عايزة اللحمة تحتفظ بالأنسجة علشان ما تنزلش مية، والخضار بتاعها هو اللي ينزل، يعني اللحمة تستوي في الخضار بتاعها. تمام. حتة اللحمة دي بنختارها اللي هي بتبقى من الفخدة، بتستوي بسرعة. تمام. هنقلب مع بعض كده بحيث ان اللحمة لونها هيغير على طول اول ما هتنزل على الزيت او المادة الدهنية. حابة اللحمة تبقى تقيلة شوية، ممكن تشوحيها بزبدة وبتديها تست وطعم حلو، بس انا قلت اللحمة ملبسة فملوش لازمة ان انا اديها كمان زبدة. هنقلبها بالطريقة دي لغاية لما اللحمة تغير لونها وتقفل كده اللون بتاعها، بحيث ان كل اللحمة يستوي مرة واحدة وما تنزلش المية. انا عندي كام ريشة كده حطيتها معاهم، قطعتهم حتت صغيرة برضك. لازم اللحمة دي تتقطع حتت صغيرة. نقلب كده بالراحة على نار عالية مش على نار هادية علشان ما تنزلش ميتها وتشد معانا. بعد كده هننزل بقى بالخضار بتاعنا المتغلف بالبهارات، وزي ما قلت لكم الملح مش بنحطه دلوقتي خالص. الملح بيساعد ان اللحمة تشد ومش بتستوي بسرعة. تمام. هنقلب التقليبة الحلوة دي بحيث ان اللحمة تشرب من الخضار بتاعها. انا مش هحط مية دلوقتي خالص خالص، انا هغطيها وهخلي الخضار الطماطم والفلفل والبصل ينزل كل البهارات، كل المية بتاعتها مع البهارات، بحيث ان اللحمة تاخد من طعم البهارات. هنفتح عليها بعد كده بعد ربع ساعة. شايفين المية اهي، انا ما حطيتش مية خالص. انت بقى حابة تزودي مية دافية عليها، لو انت منزلتش مية يبقى نص كوباية بنص كوباية. اخدت معايا ربع ساعة وطلعت معايا اللون العسل ده وجوسي، وكمان طعمها بقى خطير مع شوية سلطة، شوية طحينة، وحبة السندوتشات، وبألف هنا وشفا. طعمها روعة، وكمان لا حطيناش فيها أي مواد زيادة. لو عجبتكم لايك وشير وتعليق يا حلوين.